صباح الخير يا جماعة. آه، احنا نعتبر اتكلمنا من يعني في الفترة اللي فاتت وفي الفيديوهات اللي فاتت على عدة مواضيع. منها موضوع باسم بتاع منتدى النسوان الجديد، ومنها موضوع مجالات ومصادر كتابة القصة اللي هي الخيالية والرومانسية والإيروتيكية وغير الإيروتيكية. المجالات والمصادر اللي انت تستخي منها أفكارك ككاتب لقصة. آه، طبعا اتكلمنا كمان على نساء الأبراج، مش بشكل كبير يعني، بس كأمثلة ومين منهم من المشاهير فيهم اللي بتعجبني كأنثى أو كامرأة، عشان أنا ما بحبش كلمة أنثى وذكر دي. احنا مش حيوانات، احنا بني آدمين يعني. فهي كامرأة جميلة بتعجبني، وفي الأساس عشان يعني يبقى معروف، في أجزاء من جسم الست بتعجبني. في الأساس أهم شيء وشها، أهم شيء وشها، على عكس ناس كتير اللي بيحب المؤخرة واللي بيحب الساق واللي بيحب يعني النهدين. أنا النهدين يعجبوني بس في الأساس وشها أهم حاجة عندي. إذا كان وشها جميل وشعرها جميل، يعني غالبا بتبقى بقيت جسمها جميل خلاص. المهم ان وشها يبقى مقبول بالنسبة لي، وقلبي يعجبه وشها. هو الأساس، وشها هو الأساس وشعرها هو الأساس، وهو حتى أشرف الأعضاء هو الوجه يعني. بعد كده في رفايع بتعجبني، في رفايع بتعجبني، يعني ايديها، صوابع ايديها، القدمين إلى حد ما ممكن، النهدين انهم يبقوا متوسطين يعني. بس هو زي ما انا قلت الوش والشعر، ممكن الصوت. يعني انا افضل ان صوتها مش ذكوري، في ستات بيبقى صوتها تخين شويه، ملهاش ذنب في كده، دي حاجه في خلقتها يعني. وفي رجاله بيبقى صوتهم رفيع، يعني دي مساله ملهمش يد فيها. بس اللي هي بتعجبني قوي اللي هي صوتها يعني انثوي، في انوثه كده، ما تعرفش هل هو يعني هو ما بيبقاش تخين، وممكن ما بيبقاش مسرسع برضه، بس يعني زي ما انا قلت زي نجوى فؤاد مثلا، دي مثال على الصوت الجميل الانثوي اللي يعجبني يعني. بس هو في الاساس وشها هو اساس كل شيء. عايز اقول بقى يعني الوقت عشان ان انت تكتب في السفر عبر الزمن، او تكتب عن زمن ماضي في القصة بتاعتك، في عصور قديمة او عصور وسيطة، عصور تاريخية، لازم ان انت تعرف عدة امور. لازم تعرف عدة امور، منها ايه بقى؟ طبعا بتدرس التاريخ، بس انت بتدرس رفايع معينة في التاريخ عشان تفهم الامور. ادرس الصناعة في مصر القديمة. انت مثلا هتكتب عن مصر القديمة، فهتكتب دقائق في بيت الرجل والمرأة المصري القديم. طبعا لازم تكون عارف الحياة الجنسية في مصر القديمة اللي انا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده. تعرف ان عندهم الحرية الجنسية، عندهم مفيش حكاية البكارة والكلام الفاضي ده. عندهم في علاقات قبل الجواز عادي جدا بدون جواز. المهم تعرف الحياة الجنسية عند المصري القديم او المصرية القديمة. لبسهم كان شكله ايه، الصناعات عندهم ايه، المزروعات عندهم ايه. تاخد بالك ان في محاصيل معينة ما وصلتش لمصر الا في العصور الوسطى، او الا بعد اكتشاف الامريكتين. لما كريستوفر كولومبوس اكتشف الامريكتين حصل حاجة اسمها التبادل الكولومبي. الطماطم مثلا جاية من امريكا، ما
كانش المصري القديم طبعا يعرفها، ولا الرومان ولا الإغريق. الكاكاو والشوكولاتة دي حاجات حديثة جت برضو من أمريكا. يعني العالم الجديد اللي هو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. العالم القديم اللي هو أوروبا وآسيا وأفريقيا. فتاخد بالك من النقط دي، ما تقعش في أخطاء تاريخية وانت بتكتب عن السفر عبر الزمن أو عن عصور قديمة. تبقى عارف موضوع التبادل الكولومبي، تبقى عارف كيف مارس العرب الجنس قبل الإسلام، زواج الرهط وغيره، زواج البدل والكلام ده. كل الأمور دي لازم تكون عارفها. لازم تكون عارف إن فروع النيل كانت 7 زمان، ما كانش فرعين بس، وتعرف أسامي هذه الفروع. ادرسها في ويكيبيديا، في مقال اسمه دلتا النيل، هتلاقي الفروع وأساميها. لازم تكون عارف دول حوض النيل، لازم تكون عارف في الجغرافيا، في التاريخ. قدامك خريطة العالم، تعرف العالم كان شكله ايه في الزمن ده، تعرف العالم دلوقتي شكله ايه. السيناريست والكاتب لازم يكون كده، ولازم يكون ملم بهذه الامور. طبعا ما ينفعش يكون متعصب، ما ينفعش يكون داعشي، ما ينفعش يكون اخواني، ما ينفعش يكون جاهل، ما ينفعش يكون ارهابي، ما ينفعش يكون ذكوري. كل الناس دي هتكتب، بس لو كتبت هتكتب غلط، وهتكتب أفكار سيئة وأفكار عنيفة وأفكار إقصائية وأفكار تكفيرية وأفكار ضد الغرب، وأفكار ضد المسيحي وضد اليهودي وضد البوذي وضد أي حد غير مسلم وغير سني. هيكتبوا حاجات مسيئة للناس دي، هيكتبوا حاجات مسيئة لحقوق الإنسان، هيكتبوا حاجات مسيئة للتنوير، هيكتبوا حاجات مسيئة للقيم الأممية وقيم الأمم المتحدة وقيم المجتمع الحديث في العالم عموما المتحضر. خلاص. وهيكتبوا ضد المرأة، ويستعملوا مصطلحات زي زانية وفاسق ومش عارف ايه وكافر. فالناس دي ما ينفعش، وهيكتبوا نصراني والكلام ده. يعني ده كأمثلة. هيدعو لتطبيق الحدود، هيدعم آل سعود، هيدعم أفغانستان، هيدعم طالبان. واحد زي كده لو كتب هيكتب سموم. فلازم يكون الكاتب متنور، ولازم يكون عارف أمور كتير. طيب، حاجة من الحاجات برضو تكون عارف تاريخ الختان. مين الدول اللي بتختتن ومين الدول اللي ما بتختتنش عبر العصور. أصل ختان الذكور كان إيه، جاي منين. تعرف مثلا ان المصري القديم هو اللي بدأ فكرة ختان الذكور دي، وبعدين اليهود خدوها منه. بينما الرومان والإغريق شافوا ان ده تشويه لجسم الإنسان، وكانوا بيفتخروا بالغرلة أو القلفة، أو اسمها إيه، أو الغلفة. ليها 3 أسماء: الغرلة أو القلفة أو الغلفة. وتقدر تشوف، عشان طبعا ناس نادرة قوي يعني نادر اللي شاف قضيب غير مختون مننا. اننا كلنا يعني عندنا قضبان مختونة كعرب وكمسلمين، واليهود كذلك طبعا، بس احنا بنتكلم عن نفسنا احنا دلوقتي. فممكن انت ما تكونش عارف اصلا، وممكن ما تكون اي ست عربية او اي راجل عربي عمره ما شاف قضيب غير مختون، الا اذا كان مخلف ولد بقى وشاف يعني عضو او كده. فانت عشان تشوف حاجة زي كده اكتب في جوجل، وطبعا تشيل البحث الامن، تخلي مسموح ان ايه، تكتب uncut cook او uncut beneath او uncircumcised beneath او واخد بالك. فاما تكتب كده هيجيب لك صور القضيب غير المختون. ممكن تشوف مراحل انتصابه، وازاي ان هو مغلف بجلدة معينة. الراس بتبقى مغلفة، مش زي ما هي عندنا بتبقى مغلفة بجلد. الجلدة دي بتنحسر مع الانتصاب وتكشف الراس، بتعري الراس. وتكتشف برضو ان الغرلة او القلفة او الغلفة موجودة عند كل الثدييات، موجودة عند كل الرئيسيات. هتلاقي كل القرود عندهم الغلفة.
أو القلفة أو الغرلة، هتلاقيها عند الأحصنة، هتلاقيها عند كل ذكور الثدييات، هتلاقيها عند القطط، عند الكلاب، عند الفئران، هتلاقيها عند الفيلة، واخد بالك؟ هتلاقيها عند الشمبانزي، هتلاقيها عند الغوريلا. وطبعا الأطباء بيقعدوا يقولوا لك لا، ده الأطباء اللي هم المتعصبين يعني، سواء كانوا مسلمين أو يهود أو بعض المسيحيين، يقول لك لا دي كويسة عشان تمنع الإيدز، لا دي كويسة عشان تمنع الزهري، لا تمنع السيلان، لا تمنع الالتهابات. كل ده كلام فاضي، واخد بالك؟ بدليل إن كل الحيوانات دي عندهم الغلفة أو الغرلة أو القلفة، وما بيحصل لهمش التهابات، ما بيحصل لهمش سرطان قضيب ولا حاجة، واخد بالك؟ فهي عادة موجودة عندنا كبشر. بدأت منين؟ من المصري القديم، وفي ناس بتقول إن من قبله، من العصور الحجرية. أسبابها إيه؟ أسبابها ما كانتش دينية. في الأساس أسبابها ما كانتش دينية، وهي حتى في الإسلام ما فيش في القرآن نص أو أمر إن هو إن أنت تختتن كذكر أو كأنثى، ماشي؟ ما فيش. إنما عند اليهود مأمورين بيها في التوراة وفي الكتاب المقدس في العهد القديم أو التناخ، موجود إن هو عهد بين إبراهيم أو بين الرب وبين إبراهيم وأولاده ونسله يعني. فدي النقطة. إنما أصله إيه؟ ناس قالوا دي نوع من الإخصاء الرمزي، دي نوع من ما يشبه دم البكارة عند الأنثى. دي يعني قالوا أسباب كتير ممكن تراجعها برضو في الويكيبيديا، في تاريخ الختان بالعربي وبالإنجليزي. انتشار الختان برضو عشان تبقى عارف، زي ما قلت لك الرومان والإغريق رفضوا يعملوا الحكاية دي، البابليين كذلك تقريبا، والفرس ما عملوش ختان. إنما اللي عمل ختان مين؟ المصريين القدماء، اللي هم المسيحيين، الأقباط بالذات، واخد بالك؟ طبعا متأثرين بالفراعنة أساسا يعني. اليهود كلهم طبعا بيختتنوا لغاية دلوقتي. المسلمين خدوا الفكرة من اليهود بالذات يعني، خدوا الفكرة من اليهود، واخد بالك؟ وهم من الأساس من قبل الإسلام وهم بيختتنوا العرب يعني. ف إنما ختان الإناث ما كانش في مصر القديمة، ما كانش فيه ختان إناث في مصر القديمة. دخل في مصر مع الإسلام غالبا، بس هو منتشر في أفريقيا. ختان الإناث منتشر في أفريقيا، في دول أفريقيا بفظاعة، وفي مصر بفظاعة. إنما في دول المغرب العربي أو يعني المغرب الأمازيغي ما تعرفش حكاية ختان الإناث دي. العراق وسوريا ولبنان والدول دي والأردن ما يعرفوش ختان الإناث، نادر يعني، نادر. دول الخليج برضو ما تعرفش ختان الإناث، ولا إيران ولا تركيا هي مصر هي أساس المشكلة دي، هي والسودان. هي موضوع ختان الإناث ده في مصر والسودان، وده زي ما قلت لك في أثيوبيا، في دول أفريقية كتير من أفريقيا السمراء يعني فيها ختان الإناث. فكل ده أنت لازم تعرفه ككاتب. حاليا الختان نادر جدا أو معدوم. في اليابان ما فيش ختان للذكور، في الهند ما فيش ختان للذكور، في الصين ما فيش ختان للذكور، والبوذية والهندوسية بتحرم ختان الذكور أصلا. خلاص. طبعا الدول العربية والإسلامية كلها ختان ذكور، حتى المسيحيين اللي فيها بيختنوا. أما المسيحية الكاثوليكية أو الغربية، دول أوروبا كلها دلوقتي ما فيش ختان ذكور. لكن كان في القرن ال19 كده وال18 في إنجلترا حاولوا إنهم يتقربوا من اليهود شوية، فكانوا بيختتنوا، والأطباء نفسهم كانوا منحازين للختان، حتى ختان الإناث كانوا بيعملوه. لكن الكلام ده انتهى دلوقتي كندا، أمريكا الشمالية عموما ما فيهاش ختان ذكور، خلاص، أو نادر. أمريكا الجنوبية ما فيهاش ختان ذكور. قلنا الهند والصين واليابان وروسيا، وطبعا دول الاتحاد السوفيتي السابقة، كل ده ما فيش ختان ذكور، إلا طبعا في المسلمين يعني، لو في مسلمين بيختتنوا.
تمام كده. دول أوروبا كلها ما فيهاش ختان ذكور، نادر جدا، نادر جدا. هتلاقي اليهود والمسلمين غالبا هم اللي بيعملوها. أما ختان الذكور موجود في الدول العربية والإسلامية وفي إسرائيل طبعا، وفي التجمعات اليهودية والإسلامية، وفي الأقباط اللي هم المسيحيين المصريين أو الأرثوذكس بالذات. ده كله لازم تكون عارفه. من الحاجات اللي لازم تكون عارفها مثلا في بعض ألغاز في اللغة العربية، يعني في حروف في اللغة العربية مش موجودة في اللغات في العبرية ولا في الإنجليزية. طب دي جاية منين؟ يعني الضاد والظه والذال، واخد بالك، والغين. الحروف دي في 6 حروف في اللغة العربية هتلاقي لها أصول في اللغة الأوجاريتية. دور في اللغة الأوجاريتية في الويكيبيديا، هي ولغات سامية شمالية أخرى قديمة. اللغة العربية هي من نسل هذه اللغات، فجاه فيها هذه الحروف اللي هي مش موجودة في لغات تانية. يعني اللغة العربية مش متفردة في الموضوع ده، لا هي واخداها من اللغة الأوجاريتية. حرف الغين في اللغة الأوجاريتية، حرف الضاد في اللغة الأوكاريدية، حرف الصاد موجود، حرف الثاء موجود، حرف احنا قلنا الغين، حرف الظاء موجود، اللي هو الظه موجود في الأوجاريتية. برضو عشان تبقى عارف في التاريخ أكتر وتقدر تكتب في العصور التاريخية وفي السفر عبر الزمن، لازم تعرف إن القهوة مش معروفة في القدم. القهوة اتعرفت أيام العرب، واخد بالك. ال الشاي برضو كان أصله في الصين، اتعرف في العصور الوسطى. السكر، السكر اتعرف من الهند، قصب السكر وبعدين استخراج السكر من قصب السكر ده العرب عرفوه من الهند، والهند حتى ادته للصين، واخد بالك. في العصور الوسطى العرب نقلوه للأوروبيين فكرة السكر. قبل كده طيب الناس كانت بتحلي بإيه؟ كانوا بيحلوا بعسل النحل. ما كانش في عسل اسود بقى وملاس، لأن الملاس ده ناتج ثانوي من صناعة أو تكرير السكر أو استخراج السكر من قصب السكر. الملاس ده ظهر إمتى بقى؟ ظهر لما مع الثورة الصناعية في بريطانيا وفي أوروبا. بعد ما ابتدوا إن هم يستخرجوا السكر بالمصانع بقى وبأدوات وحاجات زي كده، ابتدى ينتج منه الملاس وابتدى يظهر على مستوى العالم ويظهر عندنا في مصر وهكذا. فهو حاجة مش قديمة. السكر اتعرف في فترة بسيطة، ما حد الفراعنة ما عرفوهوش، الرومان ما عرفوش، الإغريق ما عرفوهوش، البيليين ما عرفوهوش، الفرس ما عرفوهوش، يعني كده يعني. واخد بالك. العرب هم عرفوه منين بقى؟ من الهند. هي الهند اللي زرعت قصب السكر، وهي اللي اكتشفت بعد كده انها تستخرج السكر والكلام ده. انما قبل كده كانت التحلية بايه؟ ما كانش فيه سكر، كانت التحلية يا اما بعسل النحل يا اما بالفواكه. هما الحاجتين دول بس. الفواكه يعملوا منها مربعات مش عارف ايه، معجنات كانت موجودة. انما السكر الابيض بتاعنا ده ظهر في العصور الوسطى. العرب نقلوه من الهند وبعدين لنفسهم ونقلوه فين؟ لأوروبا. طيب. برضو من الأمور مثلا قصافة الضوافر. أنا بقول لك حاجات تبان لك إنها هايفة بس هي مهمة. قصافة الضوافر ظهرت من زمان. ظهرت من زمان بس مش بالشكل بتاعنا ده. كان الأول سكينة صغيرة بيقصقصوا بيها ضوافرهم، سواء في العصر الحجري، سواء أيام الفراعنة، سواء أيام الرومان، سواء أيام الإغريق إلى آخره. إنما فكرة القصافة اللي بنستعملها حاليا دي جديدة،
دي في أوروبا بقى في القرن ال 18 أو ال 17 أو ال 19 الحاجات دي ابتدوا يعملوها. شفرة الحلاقة كانت حاجة زي الهلال كده، حتة حديدة، أيام العصر الحجري وأيام المصريين القدماء وأيام الرومان كانوا بيستعملوها. اختراع بقى اللي هي الامواس والحاجات وجيلت، والراجل الجيلت ده حديث بريطاني مثلا او امريكي معرفش، في القرن ال 18 او ال 19 وحتى شركته انتشرت. ففكرة الامواس والحاجات دي جديدة، بس فكرة شفرة الحلاقة موجودة من زمان، وكان ليها مقبض يا اما من العاج يا اما من العظم يا اما يعني بيتمسك بيها، واخد بالك. موجودة في الصين، موجودة في الهند، موجودة عند المصريين القدماء، موجودة يعني قديمة، بس مش بالايه، مش بالفكرة اللي احنا دلوقتي عملناها. الحاجة بتتطور، الإنسان دايما بيتطور. برضه تبحث عنها في ويكيبيديا، الحاجات دي تستزيد منها في ويكيبيديا. طيب التخدير في الطب، لما اجي اخلع سنة، لما اجي، لا كان موجود، بس ما كانش بالمخدر الحقن والحاجات دي بتاعت دلوقتي، ولا المخدر الموضعي. كان يديله افيون مثلا، اعشاب معينه بتخدره بس. انما فكره التخدير الكيميائي ومواد كيميائيه دي طبعا حديثه، بعد بقى تطور الكيمياء والحاجات دي في القرن ال 19 والقرن العشرين وكده. خلاص. طابع البريد، برضه طابع البريد ده ظهر في القرن ال 19 والحاجات دي في انجلترا. كان الاول البوسطه بتروح، المستلم بيدفع الايه، اجره توصيل الرساله. بعد كده الطابع ده بقى ايه، تشتريه انت اما تيجي تبعت الرساله وتلزقه، خلاص كده الاجره وصلت، فهم يوصلوه مجانا خلاص، يعني يعتبر كانه مجانا. هي دي فكره طابع البريد. تاريخ البريد كان طبعا بالحمام الزاجل زمان، كان بالخيول، كان بالجمال، كان بالحمير، اللي انت عايزه بقى كان بيوصل بالصورة دي، واخد بالك. كان الأول قبل الورق كان البردي، كان الجلود، زي ما انت عايز، لغاية ما اكتشفوا الورق في الصين وانتشر من الصين بقى للدول العالم عموما، والشرق والغرب والعرب والأوروبا، واخد بالك. وطبعا مع اكتشاف بقى او مع اختراع السكك الحديد وتطور وسائل النقل والعربيات وبعدين الطيارات، بقى في البريد الجوي، والبريد يتنقل بالسفن، وبريد يتنقل بالسكة الحديد. كل ده بقى في القرن ال 19 وال 18 والحاجات، مع الثورة الصناعية مع اختراع المحرك البخاري وابتدوا بقى يعملوا الطاقة بتاعة الفحم، وبعدين اكتشاف البترول والنفط والبتاع والكلام ده، وتكريره والديزل منه والمازوت والحاجات دي. تمام كده، كل ده لازم تكون عارف. الملح معروف من زمان، منذ القدم، ده عارفينه ايام العصر الحجري، ايام المصريين القدماء، يعني ده قديم قديم يعني، فمش هنتكلم عنه، ده قديم. البترول معروف من زمان، بس ما كانش بيستعمل ويتكرر زي ايه ما اتعمل في القرن ال 18. لا، كانوا بياخدوه كده زي الجاز، بياخدوه ويعملوا منه النار الإغريقية، اللي هم البيزنطيين يجوا يولعوا بحاجة، يعني كانوا بيستعملوه زي زيت يولعوا بيه زي الجاز كده دلوقتي، إنما ما بيعملوش بيه حاجة تانية. هو بكده بس، ممكن يسفلتوا الشوارع، شوية شوارع ممكن، إنما يعني ما كانوش بيعملوا حاجة. إنما في القرن ال 19 وال 18 والحاجات دي ابتدوا إن هم يكرروه ويطلعوا منه بقى الديزل والكيروسين والمواد المختلفة والبنزين والحاجات دي، فاختلف الاستخدام بتاعه. أقراص الأدوية، حتى الأدوية تطورت. أقراص الأدوية موجودة من زمان، من أيام الفراعنة، بس ما كانتش مكونات مواد كيميائية، لا كانت أعشاب مع شوية عسل مع شوية دقيق، حاجات كده.
فالأقراص موجودة طول الوقت، عرفها الفراعنة أو المصريين القدماء، عرفها الرومان، عرفها الإغريق، عرفتها أوروبا في العصور الوسطى، كانت موجودة خلاص. لكن زي ما قلنا كانت حاجات أعشاب كده وحاجات بدائية، يعني الأعشاب ما كانتش مواد كيميائية صيدلانية اللي احنا بنعملها دلوقتي في مصانع الأدوية والبتاع. أما السرنجات اللي هي بتاعت الحقن دي جديدة. ما كانش في حقن عند الفراعنة، ما كانش في حقن عند الرومان ولا الإغريق ولا البابليين ولا الهند القديمة ولا الصين القديمة ولا أوروبا في العصور الوسطى، كل ده ما كانش فيه حقن. إنما ظهرت في أوروبا بقى مع تقدم الطب بقى في القرن الإيه 18 ال 17 حاجات زي كده، ابتدوا يعملوا الإبرة من الفضة، يعملوها مجوفة عشان يخش فيها السائل. عملوا السرنجة الأول من الإزاز، وبعدين بقى طبعا لما ظهر البلاستيك بقى في القرن العشرين والبتاع، ابتدوا ان هم كمنتج من منتجات البترول ابتدوا يعملوا ايه الحقن البلاستيك او السرنجات البلاستيك. فهي حديثة، السرنجات وفكرة الحقن عموما حديثة. بس ايه تاني؟ التنظيف الشرجي اللي هو لما بتيجي تتنضف بالشطافة بعد ما تتغوط، بعد ما تتبرز. الناس كتير قوي كانوا بيظنوا ان الحكايه دي عاده اسلاميه وبس، وعاده عربيه ومش موجوده في اليابان مثلا ولا الهند ولا الصين ولا في اوروبا ولا في روسيا. يتضح لما تيجي تدور، يعني دور على آه، في مقالات ويكيبيديا انال هايجين، انال هايجين او انال كليزنج، واخد بالك، او كلينزنج. التنظيف الشرجي هتلاقيه في الويكيبيديا في الانجليزي، هتلاقي ان هم بيستعملوا البيديه، هتلاقي انهم بيستعملوا النوزل، هتلاقي ان عندهم فكره الشطاف برضه. تصدق اوروبا اللي في الغرب دي اللي كانوا بيقول لك بيمسحوا بورق التواليت، مش كلهم، لا في كتير قوي بيستعملوا التنظيف بالميه. تصدق بقى اليابان والهند والصين بيستعملوا تنظيف الشرج بالميه، بالنوزل او بالبيديه او بشطافه. الهند والصين واليابان وروسيا ودول العالم الكاثوليكي عموما في اوروبا وامريكا، ومنهم اللي بيستعمل ورق التواليت. مش هقول لك لا، بس موجوده في الويكيبيديا، يعني عشان ايه؟ بمصادرها ودور وشوف. انال هايجين او انال كليزنج او كلينزنج. آه، ايه تاني؟ في بقى اللي هو تاريخ القانون، برضه من الحاجات اللي لازم تعرفها. تاريخ القانون، القانون يدخل فيه حاجات كتير. اولا القوانين في مصر القديمه هتلاقي اللي هي قوانين ماعز، اقرا عن ماعز في الويكيبيديا وهتلاقي اللاءات ال 42 بتوع انا ما عملتش كذا، انا ما عملتش كذا، انا ما عملتش كذا، اللي هي في برديه اني، اللاءات بتاعت ماعز، خلاص، او بيسموها قوانين ماعز. دي شيء من القانون. الادب المصري القديم دور فيه برضه هتلاقي مواعظ، هتلاقي حاجات تدل على القوانين المصريه القديمه. تمام. برضه في القانون البابلي اقرا عنه في الويكيبيديا سواء عربي او انجليزي، هتلاقي خصوصا في شريعة حمورابي، هتلاقي في اصلاحات اوركاجينا، هتلاقي في آه، قانون اشنونة، وقانون اورنمو، وقانون لبس عشتار. كل دي قوانين بابلية، اقرا فيها. وقوانين شديدة، يعني العقوبات جامدة فيها أو إغراق وإعدام وحاجات زي كده. وشريعة حمورابي زي ما قلنا ده القانون البابلي. القانون الصيني التقليدي برضه اقرا فيه. القانون الهندوسي الكلاسيكي،
اقرا فيه النصوص الأوجاريتية، واخد بالك. هتلاقي برضو القانون بقى الإغريقي، هتلاقي فيه القانون اليونان القديمة، اقرا فيه برضو، خصوصا الإصلاحات اللي عملها دراكو وسولون، الاثنين دول معروفين مشهورين. القانون الروماني اتاخد من القانون الإغريقي أو اليوناني، اللي هو الألواح الاثنى عشر، خدوه من دراكو وسولون. اقرا في القانون الروماني، اقرا في عقوبات الإعدام على مر التاريخ كانت شكلها إيه، واخد بالك. دي كلها حاجات مهمة. القانون الطبيعي أو الحق الطبيعي، الناتشورال لو، اقرا فيه برضه، واخد بالك. والقانون الجرماني، وطبعا القانون الكنسي في أوروبا، واخد بالك. كل الحاجات دي مهم ان انت تقراها، مهم ان انت تعرف عنها. وبعد كده بقى هتقرا القوانين الحديثة بقى، خصوصا قانون نابليون والحاجات دي. وطبعا ابو القوانين، بس ده هو مش ابوهم، هو المفروض ابنهم، اللي هو الدستور. تقرا في الدستور، اول دستور اتعمل امتى. الدساتير دي حاجة جديدة مش قديمة، واخد بالك، حاجة جديدة اتعملت مع عصر التنوير بعد العصور الوسطى. خصوصا دستور الولايات المتحدة الأمريكية مشهور قوي، وأقدم دستور وأبقى دستور لغاية دلوقتي. وبعدين ابتدت تتبعها بقى الدول المختلفة، دستور فرنسا ودساتير دول أوروبا واحدة ورا التانية ابتدوا يعملوا زيها. وبعدها الدول العربية دي ابتدت تعمل زيها، كل ما دولة تستقل بتعمل دستور، وهكذا. دستور تركيا برضه اقرا فيه، واخد بالك، الدساتير بتاعت العالم. فكل ده لازم تكون عارفه، ولازم تتعلم منه، ولازم ان انت تستفيد بيه في كتابتك عن عصور التاريخ وعن السفر عبر الزمن، هتستفيد جدا. طيب، من ضمن الحاجات اللي تستغرب منها وتعرف ان احنا عايشين في ضحالة يعني وفي تخلف، بص على منتدى التروتيكا، هو بالانجليزي منتدى جنسي اهو. مع ذلك وفي منتدى اسمه فينتج ايروتيكا فورم. المنتديين فيهم أقسام للنقاش الديني والنقاش السياسي، يعني عكس باسم وعكس منتدى نسوانجي وعكس المنتديات العربية عموما، اللي دايما ممنوع الكلام في السياسة، ممنوع الكلام في الدين، لأن الشعوب اللي عندنا قاصرة زي الأطفال ومتعصبة. فهتناقش ده بيضربوا بعض بالشوم. دول ناس بتواعش، ده الدول عمالة تطحن في بعض، الدول العربية الشعوب جوه بتطحن في بعض، وحروب أهلية وحاجات. فإنما أما تشوف النضوج بتاع الغرب في منتدى التروتيكا، تلاقي فيه قسم مخصوص للسياسة، للنقاش السياسي والأمور السياسية، ومن ضمنها الأمور الدينية. في فينتج ايروتيكا فورم، المنتدى الثاني ده، في قسم فعلا بقى واضح للدين وقسم للسياسة. والغريب بقى في الاثنين ما فيش قسم للمواضيع المحذوفة والمخالفة، ما بيحذفوش حاجة، ما بيرموش حاجة في الزبالة. ادي الفرق، ناس ناضجة، ناس ناضجة، مش زي باسم، مش زي شوفوني، مش زي اللي أسسوا منتدى نسوانج القديم ولا الجديد. ممنوع الكلام في السياسة، ممنوع الكلام في الدين، ممنوع الكلام في نقد الدين، مفيش لا بالطيب ولا بالراضي، مش عايز هو في السياسة لا بالطيب ولا بالراضي. احنا بس هيجانين، انما كلام لا يا حبيبي. الحرية بتبقى حرية كاملة، الحرية بتبقى حرية كاملة. بالظبط زي برضو زي بعض المواقع العلمانية او الالحادية، مثلا شبكة الالحاد العربي والحاجات دي، يقول لك لا، كلام في جنس ممنوع، تتكلم في السياسة ماشي، تتكلم في الدين ماشي، برضو نفس المشكلة. بينما تكتشف
كان الواحد بينادي بهذا الكلام، تكتشف اهو ان منتدى الكتروتيكا ومنتدى فينتج ايروتيكا فورم، الاثنين فيهم دين وسياسة وجنس عادي. ما بيقولكش الجنس ده دنس ونجس وحرمة الدين وازاي وما ينفعش نتكلم في الدين، لا عادي. دول تقدمت خلاص، ما عادش فيه القرف ده، ما عادش فيه التابوهات دي، ما عادش فيه التعصب ده، لا خلاص. فالجمع بين الحاجتين، الجمع بين العلمانية وبين الإيروتيكية والبورن والكلام ده، يبقى فيه حرية جنسية وحرية دينية وحرية سياسية وحرية إبداعية وحرية فكرية. كل ده مع بعض تقدر إن أنت تكون مجتمع محترم، وتقدر تبقى كاتب أنت محترم ما دام مؤمن بالحريات دي كلها. إنما إذا ما كنتش مؤمن بهذه الحريات، أو كنت ضد حرية المرأة الجنسية، أو ضد الحرية الدينية، أو ضد الأقليات سواء أقليات جنسية أو أقليات دينية، أو ضد المختلفين معاك في هذا الكلام، فأنت ما تنفعش كاتب. أنت ما تنفعش كاتب، هتكتب حاجات كلها تعصب، حاجات كلها تراضي العوام والغوغاء من المجتمعات العربية اللي عندنا، والمجتمعات الريفية والصعيدية والدلتاوية، ومش هتكتب حاجة للتنوير. فلازم ان انت تكون من النخبة المثقفة، من الانتليجنسيا، تبقى بني ادم محترم، ما تبقاش زي عصفور من الشرق وباتمان اللي بيكتبوا بيعظموا من البوابين والزبالين والبتاع ويخلوهم فحول القصة. لا، تخلي تعظم من الجامعي، تعظم من المثقف، تعظم من المتعلم، تعظم من المتنور. هم دول العظماء الحقيقيين، حتى لو فوق، أو حتى لو من طبقات تعبانة، أو حتى من طبقات رفيعة أو غيره. دول هم شعلة التنوير في المجتمع. دول هم الأفندية الأراذل اللي قال عليهم السادات ودمرهم خالص، وقال لك أبقى إيه، هو ومبارك قال لك أحسن حاجة انت اصلهم ما بيجوعوش ولا حاجة، بيروحوا من الجامعة يشتغلوا والدولة تعينهم، لا انا همنع التعيين خالص عشان ينشغلوا بنفسهم، ولا يعرفوا يتجوزوا ولا يعرفوا يشتغل ولا يعرفوا اي حاجة، يبقوا في الضياع خالص، ما يقدروش يفكروا او يعترضوا على الدولة او يحاولوا ينوروا الناس، لا. وطلع الاخوان يا عم وديه، وحضر العفريت وما عرفش يصرفه زي ما قال. بس وادي النتيجة بتاعت البلد. فانت فوق لنفسك، اقرا الحاجات دي، اقرا التاريخ قديما وحديثا، اتعلم كويس. اه، باختصار خليك زي جده سامي يعني. بس ده اللي اقدر ان انا ايه اقوله لك. واتمنى اكون افدت المستمعين، واقول لكم سلام.